أبو عبد الله عضو المكتب الإعلامي للمجلس الثوري لحلب وريفها. أبو عبد الله، يعني نتوقف عند هذه الصور التي تابعناها لتشييع الشهيد في بلدة مارع، والذي تحول التشييع إلى مظاهرة تهتف ضد النظام. فهل معنى ذلك أن كل التشييع أو مظاهر التشييع في الريف الحلبي تتحول إلى مظاهرات؟ نعم سيدتي، هذا أمر طبيعي حقيقة. من البارحة إلى اليوم لا تزال مواكب تشييع الشهداء مستمرة في مختلف مدن الريف الثائر الذي تعرض البارحة إلى قصف عنيف بالطيران والمدافع والدبابات. كل شهيد يكون له جنازة ثم تكون له مظاهرة، وفي هذه المظاهرة أيضا يكون هنالك شهداء، وبالتالي وبالتتابع أيضا يكون مع كل شهيد جنازة ومظاهرة ثم شهداء، هكذا أيضا. نعم سيدتي. نعم. طب أبو عبد الله، نتحول إلى الحراك الثوري المتصاعد في جامعة حلب اليوم، عدد من الإصابات بين الطلاب برصاص قوات الأمن، فلو تطلع على التفاصيل. نعم أختي، صراحة وحقيقة مظاهرات عارمة نصرة للريف الحلبي الملتهب في أكثر من كلية اليوم، في كلية طب الأسنان، في كلية العلوم، في الهندسة الميكانيكية، في الهندسة الكهربائية، في الهندسة المدنية والأحرار في ساحة الجامعة، وفي كلية الهندسة الكهربائية. في هذه الأثناء سيدتي يقوم أكثر من 1000 مسلح ما بين شبيح وعنصر أمن وجندي خائن باقتحام هذه الكليات بالسيارات وبالباصات الكبيرة، مع إطلاق نار كثيف جدا جدا وقنابل غاز مسيلة للدموع واعتقالات عشوائية ووقوع إصابات خطيرة في صفوف الطلاب الذين نادوا بالحرية، فكان عقابهم إما الموت أو الاعتقال أو الضرب. المشكلة أختي أن يكونون ثم يقوموا باعتقالهم، كما حصل مع الذي أصيب ببسط في بطنه ثم نقل إلى المشفى، وهنالك كان الأمن والشبيحة ينتظرونه فأشبعوه ضربا ثم قالوه من هنالك. في سيف الدولة أيضا أختي انطلقت مظاهرة طلابية حاشدة أيضا نصرة للريف الحلبي ونصرة لأحرار الجامعة الذين الآن يتعرضون للضرب وللاعتقال ولإطلاق غاز مسيل للدموع ولإطلاق الرصاص الحي عليهم. شكرا جزيلا لك أبو حلبي، عضو المكتب الإعلامي للمجلس الثوري لحلب وريفها. قال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون في مقابلة خاصة مع قناة